يعني أنا أرد أقول فد كلمة والله يعني في قلبي حقيقة، يعني إذا تسمحوا لي ويسمح لي المناخ. ترى مرات إحنا نخلق العنف، إحنا نصنعه حقيقة. مرات إحنا نتكلم كلمات تجعل المقابل تكون ردة فعل عنيفة نستفزه. مرات إحنا نتصرف تصرف من دون أن نرجع به إلى القرآن وإلى العترة ونعرض التصرف عليهم، تلاحظ؟ وهذا يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى العنف. ما تعرف شلون تتفاهم مع بنتها، ما تعرف شلون توجه لها وجهة النظر أو توصل لها وجهة النظر، هذا راح يؤدي إلى شنو؟ إلى عنف. أب ما يعرف شلون يكلم ابنه، صدقني ترى بعض شباب الجالية أكو فجوة كبيرة بينهم وبين آبائهم، تدري جنابك لو ما تدري؟ فجوة هائلة. أب دا يتعامل ويا ابنه بعقلية القرن العشرين وابنه بعقلية القرن الواحد والعشرين. يا أخي تطورت الآليات، تطورت آليات الكونكشن بين أفراد المجتمع، تطورت هذه السكيلز، هاي المهارات. أنت لازم تطور أيضا نفسك. أنت ما تقول لي شنو هالتفكير هذا اللي دا تفكر بيه. طب يا عصر دا تتعامل ويا ابنك شاب يمتلك العقل والدراسة ويمتلك التكنولوجيا، وتجي أنت توجهه بصيغة الأمر، تأمر أمر. لا، أكو صيغة أفضل من الأمر. هسه قد بعض الآباء يقول لي سيدنا الله يخليك، يعني الشريعة بيها القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين، والأعراف والتقاليد والأصول والأخلاق بيها القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين. مو مسائل ما يتغيرن مهما تغير الزمان. أقول له نعم، إحنا مو يم المبادئ، هي المبادئ ثابتة، بس إحنا يم الأسلوب يا سيد الكريم. الأسلوب من الممكن أن يتطور. ليش ابنك دا تخلق هاي الفجوة؟ أباوع شباب ما يطيقون يطبون لبيوتهم، ما يطيق يطب للبيت. ليش ما تروح للبيت؟ ما أريد أشوف أبويا، ما أريد أشوف أمي. عجيب، ليش واصلين لهالمرحلة هاي؟ من شاب يفضل أن يكون في الشارع على أن يكون في داره. أجي هنا أحمل المسؤولية؟ أكيدا ما أحمل المسؤولية. المنطق يقول المسؤولية لا تقع عليه هو فقط، بل تقع على أبيه أيضا وأمه. اللي ما عنده قدرة على احتواء ابنه، يحتويه ويربيه ويعلمه ويوجهه، هذا أكيدا إنسان فشل في تربية ابنه. ليش ما نعترف بهذا الواقع؟ هو اللي دفعه إلى العنف. أنا من أجي أسمح للولد والبنت أن يتواجدون في الشارع أكثر مما يتواجدون داخل جو الأسرة. يعني أترجى مثلا، يعني يتعلم من الشارع مثلا. ما أستغرب إذا إجاني ورا يومين يدخن الماروانة، ما أستغرب إذا إجا يدخن المخدرات، ما أستغرب إذا إجا والعياذ بالله ممارس الجنس غير المشروع اللي هو الزنا في نظر المشرع الإسلامي. ما أستغرب إذا إجاني بأفكار إلحادية، ما أستغرب. أنا دفعت لكل هذا الواقع.